صباح الخير بنات، شلونكن؟ شو اخباركن؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة سلامة وعافية وراحة بال. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله واصحابه اجمعين. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتعليق على مثلكم. اليوم مثل ما تشوفون بديت لكم الفيديو من الاستقبال. ان شاء الله اليوم راح انظفها، مو تنظيفة عميقة، لا تنظيفة يعني على السريع. راح اشيل الحصير على مود شنو اشطف الارضية وافرشها، لان مثل ما تعرفون الجو كلش بارد. عندي شين هذولا راح اشيلهم، وهاي القنفات راح اكنسهم على السريع كنسة خفيفة. وهاي الحاسبة مثل ما تشوفون راح كلها انظفها، كلها تراب، شوفوا لي هي. هسه راح اشيل الكوشات وانزلهم. عندي هاي هم راح انفضها كلش زين واخليه على صفحة. عندي هاي المكنسة راح اكنس القنفات على السريع. كملت الغنفات ورجعت الغطوة مالهم. هاي الثانية همين بقى عندي، بس راح امسح الميز، وهذا الميز الثاني. هسه راح ابدي امسح الميز. والله يا بنات اليوم الجو كلش 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 بارد بمعنى الكلمة. كملت الحاسبة كلها تنظيف مثل ما تشوفون، صارت المعلمة. بقى عندي بس الحصير ما راح اغسله لان كلش نظيف، راح انفضه نفضة زينة واشيله واشطف الارضية. شطفت الاستقبال، هسه راح انشفها. بنات لا تقول ليش ما شطفتيها بتايت او يعني سويتي خلطة او شي. بنات الاستقبال عندي يعني تبقى دائما نظيفة، لان يشيلوا بس من يجونا خطار يعني يقعدون بيها، ومرات الجهال يقعدون بيها، فاني دائما يعني ما اخليها ابدا. المغرب مرات يعني اعزلها، او بالليل او العصر من اشوفها يعني دائما مثل يعني منكوته او شي جهه نكثوها، اني اجي واعزلها. واهلا وسهلا بالمتابعات الجدد، اقولهن نورتن القناه. ان شاء الله يا ربي قاعد اقدم محتوى يعجبكم ويفيدكم. وانا قبل فتره الاستقبال كلها غسلتها، لا خليت حائط ولا خليت شباك ولا خليت قنفات، كلها شطفتها وغسلتها تنظيفة عميقة. هسه حاليا قلت بس يعني مني برد الجو، بس شنو بس اشطفها شطفة خفيفة وافرشها. صراحة اكمل وارجع اكمل وياكم. كملت الاستقبال، نشفتها، شغلت البانكة وراح اسد الباب الداخلي واخلي الباب للخارج بس مفتوح. وعجنت وجاي انتظر الوطن يجي على مود اخبز. شوفوا من واقف على الديدية الحمامة مثل ما تشوفون، ما عدا اكل. هسه راح اخلي لها اكل على مود تنزل. واليوم الجو غيم واحتمال ورا الظهر يقرأ مطر وخير ان شاء الله. بس راح اخلي اكل للحمام على مود تنزل. هاي الطاسة اللي اخلي لهم بيها اكل مثل ما تشوفون واقع بيها متسلق، راح انظفها واخلي لهم هذا الاكل. مثل ما تعرفون احنا عندنا طيور، فاني كل يوم اخلي لهم، او مرات بين يوم ويوم اخلي لهم اكل. راح اتركها راح تنزل تاكل، مو بس هي يعني فرد 3 4 يجون. مثل ما تشوفون جاي اشوفكم هم حاليا من الجام مال استقبال، لان كلش يخافون من اقرب عليهم او يحسون يعني اني برا قبل ينهزمون. شوفوهم اثنين ياكلون. هسه بعد راح تجي وحده واثنين او ثلاثه وياهم ينزلون ياكلون. شوفوا ايش قد حلوين. وانا دائما يعني اخلي لهم اكل، كل ما اشوفها فارغه اخلي لهم اكل، حتى اذا مطر مرات يعني ينزلون ياكلون ويروحون. وبالمناسبة انتو شنو راح تسوون غدا؟ اني مثل ما تشوفون عندي مرق فاصوليا جامدة طلعتها من الصبح على مود دموع، وراح اسوي وياها تمن والحمد لله والشكر. البارحة سويت لهم بيتزا، فاليوم شنو اسوي لهم تمن. وانتو شنو راح تسوون؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. وحاليا بعد الوطني ما جاء، راح انتظر الكهرب. مثل ما تشوفون صاروا 3. نزل العصفور خطية ما خلوه ياكل. هسه بعد وحدة الاخرى راح تنزل تاكل، والعصافير الف عافية. راح اخليهم ياكلون واروح اطلع الصوب الغازية. هاي الصوبة الغازية مثل ما تشوفون أنا مغلفتها وخليتها بالقنصور، ما عندي مكان راح أطلعها. مثل ما تشوفون جديدة المعلمة على مود شنو أنا مغلفها، بس والله يراد لها شغل. عندنا الفتيلة مالها كلش كلش تعبانة، فإن شاء الله زوجي راح يسويها ويشغلها، يعني كلش باردة مثل ما قلت. وأكيد هسه اللي قاعد بالموصل واللي ساكن بالموصل أكيد هسه اليوم فرش أو البارحة فرش وطلع الصوبات هماتين. وهذا الخبز مثل ما تشوفون كملت خبز والحمد لله والشكر. اجا الوطني الساعة 10:05، وانا مثل ما تعرفون من الصبح ريقت الجهال، عجنت وخليت العجين على صفحة. فشنو من اجا الوطني العجين عندي ما شاء الله خمران، شوفوا لي هو ما شاء الله. الحمد لله والشكر يا ربي. اني اخبز يعني تقريبا 20 او 25، وهاي الرغيفين خليتهم على صفحة، هسه راح ادزهم للجيران. فمثل ما تعرفون فالخبز ياخذ وقت وياي. على ما كملت خبز ساعة كاملة، تقريبا صارت الساعة 11
ورأسا قمت طبقت التمن. هسه راح اشوفكم هو هذا التمن نشف، نصيت جواه خليته يتهدى على مود يستوي. وهاي الاستقبال يبست مثل ما تشوفون، بس ما راح افرشه حاليا. بعد الغدا ان شاء الله راح افرشه واشوفكم اخر شي. كملنا غدا مثل ما تشوفون، وفرشة الاستقبال. هذا الفراش مال الاستقبال، فراش الاستقبال نفس الفراش مال المطبخ. وأنا عندي القنفات، ما شاء الله الجو مطر. شوفوا الجو ما شاء الله مطر يا ربي، مطر وخير. هاي الفرشة مثل ما تشوفون على طول الاستقبال. وإن شاء الله عجبكم هذا الفيديو، ومع السلامة.